السلام عليكم، حياكم الله. مين مثلي يحب وصفات العجين ووصفات الفطور؟ اليوم سويت خبز روعة مع الفطور. نحتاج كوبين موية دافية، وملعقتين كبار السكر، ملعقة كبيرة خميرة، ملعقة صغيرة ملح، ونصف كوب زيت، أخلطهن. بعدين أضيف الدقيق بالتدريج من 4 أكواب إلى 5 أكواب ونصف على حسب حاجة العجن. أنا هنا أضفت 5 أكواب بالضبط، وكذا تكون العجينة. أخليها ترتاح نص ساعة، بعدين أكورها تقريبا 14 كورة، وبعدين أبدأ أشكلها على شكل حبال بهذا الشكل. أثبت واحدة وأدور بالثانية بهذا الشكل، يصير عندنا كأنه حبل. بعدين أغمس فيه خليط دبس التمر مع ماء، والسمسم محمص، لازم يكون محمص بهذا الشكل. أخلص من المقدار كله وأخليه يرتاح 15 دقيقة قبل ما أدخله الفرن. الفرن مسبق التشغيل على درجة حرارة 200. أخبزه تقريبا من 10 دقائق إلى 15 دقيقة، وبكذا يكون عندكم ألذ خبز سميت على شكل عصا، مرة لذيذ. جربوه، متأكدة بيعجبكم. قدموه مع النواشف، مع الشكشوكة، ممكن تصلحوا منه حتى سندوتشات. القشرة الخارجية مقرمشة ومن الداخل طري ولذيذ، وتقدرون تتحكمون بحجم الخبزة بهذا الحجم الصغير أو الكبير، واستمتعوا فيه. وبألف صحة وهنا علينا وعليكم.